الهلال فاز، وهذا العنوان اللي موجود دائما. الهلال يفوز ولكنه مقلق، وإشارات الإنذار تأتي. اليوم أمام الخليج فريق محترم، أنت تتقدم يا زعيم 3-0، وفي عادات الهلال البطولية الهلال لما يوصل 3 معناتها 6 أو 7 أو 9 تنتهي، مش يستقبل هدفين. تقدم بهدف كنو في البداية، هدف الثاني من سافيتش، هدف ثالث من مالكوم دقيقة 67، بعد ذلك هدفين كينج سجل وجورجيوس سجل أيضا الهدف الثاني. لما تشوف الإحصائية بس بتقول لك إن في قلق. 18 تسديدة مقابل 12، في تقارب. 11 على المرمى مقابل 5. 7 فرص للهلال سجل منها 3، 4 فرص للخليج سجل منها هدفين. إهدار الفرص، عدم الاستفادة من الضربات الركنية، أمور كثيرة جدا. الهلال بالنسبة إلي ما أشوفه إلا كنتائج حاليا، لكن الفريق عنده مشكلة. نعم بونو يغيب، كوليبالي يغيب، وهذا وارد أن يحدث أثناء الموسم حتى لو ما كان لكأس أفريقيا، لكن الهلال بيواجه صعوبات في النخبة الآسيوية في المراحل الإقصائية، في نصف نهائي كأس الملك أمام الأهلي، وفي مباريات الدوري، وهو بيواجه المتصدر يوم 12، وفنيا شكل المتصدر النصراوي أفضل من شكل الهلال. مع ذلك إنزاغي ما تقدر تقول له شيء إلا أنه في أخطاء قاعدة تحدث، في تنظيم دفاعي سيء، في دفاع يخترق، لكن النتائج ماشية. إلى متى راح تمشي النتائج؟ مع أول تعثر للهلال أو نتيجة غير مرضية للهلال، أو إذا استطاع الخليج اليوم كان تسجيل، بتشوف الصوت الهلالي قوي وحاد جدا في انتقاده. إنزاغي مدرب أشد به، والهلال أعرفه إداريا وقوة لاعبين مواطنين أو أجانب، ولكن فيه جرس إنذار. انتبه يا هلال.